حقيقي مفيش أحلى من إننا نعمل العيش في البيت، ريحته بتملى البيت كلها بركة. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. رجعنا مع بعض من تاني، هنعمل فيها وصفات متنوعة كتيرة جدا، وده طبعا كان بناء على طلبكم. في ناس طلبت وصفات مش صحية وناس طلبت مني أنوع في القناة، وده حاضر أنا اللي هعمله بإذن الله الفترة الجاية. وهنبتدي النهاردة وصفتنا بطريقة بسيطة جدا للتوست الأسمر الصحي. وعشان ما اطولش عليكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتضغطوا على زر الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. في البداية أنا عندي هنا 3 معالق كبيرة من الدقيق الأبيض، هضيف عليهم 3 معالق كبيرة من المية أو ربع كوباية من المية. هندوب الدقيق كويس جدا مع المية. بعد كده كل اللي هنعمله إن احنا هندخلها الميكروويف لمدة دقيقة ونص أو دقيقتين، أو تعمليها على النار. انا عايزاها تبقى قوامها زي الغرة. ايه فايدة اللي انا بعمله ده؟ هيفيدني في اني يخلي التوست طري جدا، وفي نفس الوقت بعد ما افرزه وارجع اسخنه من تاني هيبقى بنفس الطراوة وبنفس القوام. شايفين القوام معايا عامل ازاي ما بين انه تقيل وفي نفس الوقت سائل؟ هو ده اللي انا عايزاه. هركنه على جنب يبرد وهنبتدي نحضر العجين. هنيجي في البولة هنا هنضيف أول حاجة عندي كوباية واحدة دافية من اللبن. اللبن ده هيكون نصف دسم أو كامل الدسم حسب المتوفر عندك. بعد كده هنضيف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وبعد كده هنضيف عليهم معلقة كبيرة من دبس التمر أو عسل أسود، ولو مش حابين تقدروا تضيف عليهم عسل أبيض، أو معلقة كبيرة كمان من السكر دايت حسب المتوفر عندك تقدري تستخدميه. وعلشان ندي أكتر طراوة للعيش هنضيف عليهم معلقة كبيرة من لبن البودر خالي الدسم، ولو مش متوفر عندك تقدري تستبدليه بمعلقة كبيرة من الزبادي. هندوب المكونات دي مع بعض كويس جدا. بعد ما اتأكدت ان المكونات امتزجت مع بعضها والخميرة دابت هضيف عليها بيضة واحدة، وهنضيف عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا. لو مش متوفر عندك فانيليا تقدري تضيفي عليها معلقة صغيرة من الخل، وهنقلبها كويس. ودلوقتي عندي خليط الدقيق برد خالص، شوف قوام كده هتحسه كأنه قوام بشاميل. هو ده اللي انا عايزاه. ما تستغربوش، كل المكونات اللي احنا ضفناها دي هتدي للعيش طراوة حلوة جدا جدا، بدل ما احنا نشتري العيش الجاهز ده ويبقى مليان محسنات ومليان مواد مش صحية خالص. بعد كده هنضيف عندنا معلقة كبيرة من الزبدة، زبدة طرية زبدة سايحة. هتقولولي الزبدة بتتخن، مش المعلقة الكبيرة اللي على قالب التوست كله هي دي اللي هتزود لك الوزن. توازنك في الأكل هو ده اللي هيفرق معاكي، هتخسي أو تزيدي في وزنك. وهننزل بدقيق شوية شوية ونعجن لحد ما تتكون معايا عجينة طرية وفي نفس الوقت قوامها متماسك، ما تكونش بتلزق في الإيد. هو ده اللي أنا عايزاه. وأهم حاجة ما تكونش العجينة ناشفة منك، كل ما تكون طرية كده بنفس القوام ده هتبقى عجينة حلوة جدا جدا، وكمان هتديكي نتيجة حلوة. هنيجي في البولة اللي هنخمرها فيها هنضيف معلقة من زيت الزيتون تحت وفوق العجينة، علشان مش عايزة الوش بتاعها يكون ناشف أو ياخد أي رطوبة. بعد ما ندهنها بالشكل ده هنغلفها وهنسيبها تتخمر ونغطيها لمدة نص ساعة. بما اننا في الجو حر مش هتاخد معاكي وقت كتير وهتلاقيها تضاعف حجمها. شوفوا بقى معايا العجينة كده بعد ما اختمرت،
ما شاء الله شكلها بيبقى حلو جدا وهتلاقيها طرية جدا جدا جدا. هنطلع كل الهواء اللي فيها كده بالشكل ده، وهنلمها بايدينا عجنة بسيطة جدا علشان تتشكل معايا بكل سهولة. تعالوا بقى بصوا معايا كده قوام العجينة بعد ما جمعتها، شوفوا الطراوة اللي هي فيها جميلة جدا جدا ونتيجتها بتبقى تحفة. ودلوقتي عشان افرد العجينة دي هحتاج عندي معلقة من زيت الزيتون. هنفردها على حسب المكان اللي انا هفرد فيه العجينة وحسب حجمها. في البداية وانا هبتدي اشكل بايدي كده هحاول ان انا اديها شكل مستطيل علشان تساعدني في الفرد. بعد كده لما نيجي نبتدي نفردها بالنشابة، اهم حاجة واهم نقطة ناخد بالنا منها ان احنا نبتدي نفرد من النص للجوانب لبره علشان تديني كلها سمك واحد. ما نحاول ان احنا على قد ما نقدر نجيب من النص على بره، سواء كان يمين يسار فوق وتحت، هيبقى كلها ناخد من النص ونطلع على كل الاتجاهات. بكده هتديكي سمك واحد ومش هتلاقي حتة مرتفعة عن التانية. وهنحاول على قد ما نقدر ان احنا نخليها بشكل مستطيل. ودلوقتي بعد ما اتأكدت ان انا فردتها كلها بسمك واحد، هنيجي ناخد اول جنب وهنطبقه ولازم نضغط عليها بالشكل ده. بعد كده هنجيب الجنب التاني وهنطبقها. انا عايزاها الاول بشكل طولي زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. بعد كده هنديها شكل الظرف. اهم خطوة واحنا بنطبقها بالشكل ده، عايزين نضغط عليها ضغطة حلوة كده بايدينا بحيث ان هي ما تسيبش اي فراغات ما بين طبقات العجين. واحنا بنفردها ونضغط عليها بالشكل ده بايدينا، هراعي ان انا ما تكبرش مني علشان اخد مقاس القالب اللي انا هخبزها فيه. بعد ما اخدت المقاس اللي انا عايزاه، هبتدي اضغط عليها كويس جدا بحيث ان هي تفرد معايا بالشكل ده، واقدر الفها وتاخد معايا الشكل الاسطواني زي ما هتشوفوا معايا بالخطوات دلوقتي. بصوا كده هعمل ازاي، هلفها كأني بلف سويس رول بالظبط. اهم حاجة عندي هنا بعد ما لفتها هبتدي اقفل الاطراف كويس جدا علشان وقت الخبز ما تفتحش مني في الصينية. بعد كده اديتها برمة بسيطة علشان اتأكد ان الحتة اللي انا قفلتها بقت متساوية. وهنيجي نحطها في قالب الخبز. قالب الخبز يكون مدهون دهنة بسيطة بزيت الزيتون او بالزبدة حسب ما انتوا حابين. هنغلف القالب بالاسترتش وبعد كده هنغطيه وهسيبها لحد ما يتخمر او يتضاعف حجمها. والوقت ده مش هياخد معاكي ربع لتلت ساعة. تعالوا شوفوها معايا بعد ما اختمرت واتضاعف حجمها بقى قد ايه. هتقولولي ايه الشق اللي فيها ده لسبب ان الامانة نسيتها او سبتها وقت زيادة عن اللازم. انا بالظبط اخدت معايا ساعة الا ربع، عشان كده حصل معايا الشق ده. فانتوا ما تسهوش عليها ان الجو اساسا حر زيادة، فهي مش هتحتاج اكتر من تلت ساعة بالكتير. بعد كده دهنت وشها بمعلقة من زيت الزيتون علشان ما ينشفش معايا في الفرن. لو حابين ممكن تدهنوها ببيضة او معلقة لبن حسب المتوفر عندك. الفرن بيكون شغال عندي على 180 ل200 درجة حسب الفرن بتاعك حرارته ايه. هنيجي نرش على وشها ده زيادة كده لو حابين حبة من الشوفان علشان الشكل او حبة من السمسم او تسيبوها سادة. كل ده هيرجع لكم انتوا. هنا وانا بدخلها للفرن هتكون عندي المروحة شغالة، وفي نفس الوقت تكون حرارته زي ما قلتلكم على 180 ل200 درجة حسب نوع الفرن بتاعك. هتسيبيها بالظبط 45 ل50 دقيقة
علشان نتأكد ونطمن إن العيش استوى من جوه من القلب. شايفين بيطلع معايا بكل سهولة ازاي؟ وسخن نار، مش قادرة اوصف لكم ريحته عاملة ازاي. اهم خطوة معايا هنا ان انا وهو سخن كده يا اما هدهن الوش بفرشة بالمية او هستخدم البخاخ حسب المتوفر عندك. بعد كده هنجيب فوطة نضيفة وهنلف فيها التوست وهسيبه لحد ما يهدى ويبرد تماما، على الأقل 3 ل4 ساعات. بعد ما يبرد معايا هنقدر نقطعه بكل سهولة. شايفين طراوة التوست عامل ازاي؟ بجد ريحته وطعمته أحلى من بعض، هيعجبكم جدا. جربوه وقولولي رأيكم في الكومنتات. وكالعادة المقادير كاملة هتلاقوها في صندوق الوصف تحت الفيديو. لو عجبتكم الوصفة متنسوش تحطوا لايك للفيديو وتقولولي رأيكم في الكومنت. ولو حابين ان احنا نعمل اي وصفة من الوصفات متنسوش تقولولي عليها. وبكده خلصت وصفتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. أشوفكم على خير.